أسطورة النيش اختراع أنثوي من الطراز الأول، ملهاش علاقة بذوق أي راجل. هي وهو مجموعة فيديوهات قررنا نعملها عشان نبين الفروقات بين الرجالة والستات وقت مرحلة التصميم والتشطيب. هقول لكم ليه فكرة النيش في اعتقادي إن هي فكرة أنثوية، علشان في حاجة في التصميم اسمها quality of design. quality of design عند الراجل مختلفة تماما عن الست. يعني الست بتميل للإليجنس، الشياكة والشكل، أما الراجل بيهتم بالكواليتي اوف كومفورت. من اهم الديزاين كواليتيز اللي بنهتم بيها كمصممين هو مبدأ الخصوصية، لازم نراعيه بشكل كبير في التصميم. بيظهر ده من اول تدرج الاماكن اللي ينفع نستقبل فيها الضيوف، وفكرة ان احنا زون النوم نقفله او نعزله تماما عن ان هو يتم اختراقه بسهولة. مبدأ الخصوصية مهم عند الست وعند الراجل، بس هو أهم عند الراجل. ليه؟ علشان نفسيا هو ليه علاقة بفكرة البروتكشن أو توفير الحماية لأهل البيت، ودي حاجة ربنا خلقها في فطرة الراجل مش موجودة عند الست. ده مش معناه طبعا إن هو مش مهم عند الست، بل بالعكس، ستات كتير جدا بتهتم بالخصوصية قوي، وحاجة زي كده ليها علاقة بالكالتشر أو بالثقافة أو بالبيئة المحيطة والمكان اللي بيتعمل فيه التصميم. حاجة تانية مهمة في مبدأ الخصوصية بالنسبة للرجالة مش موجودة عند الستات، فكرة الكنترول، إن هي بتلمس عنده فكرة السيطرة على البيئة المحيطة. الراجل ينزعج جدا لو حس إن هو مش مسيطر على المكان اللي حواليه، أو في أي عامل خارجي ممكن يهدد سيطرته على المكان. أما هي بتحب جدا إن بصمتها تظهر في المكان، هي سيدة القصر، وتميل بطبعها إن يكون في كيرفات وأورجانيك شيبس، يعني مش خطوط مستقيمة. الإدراك بين البشر مختلف، وخصوصا بين الراجل والست. ربنا خلق كل واحد ليه فطرته، اللي هي على فكرة مش بالضرورة تكون عكس بعض، ولكن هي في الأغلب بتكون مكملة لبعضها. وده ينقلنا لحتة مهمة، إحساس كل واحد للبيئة المحيطة أو المكان اللي هو عايش فيه. الست بتستوعب المكان بشكل مختلف تماما عن الراجل. الراجل ينزعج جدا لو حس المكان خارج بره حدود سيطرته، وده يفسر ليه الراجل ممكن يعمل خناقة كبيرة جدا علشان تلفزيون الجيران عالي، وممكن توصل الخناقة دي حياة أو موت. أما الست إحساسها بالمكان اللي حواليها ليه علاقة بشعورها بالانتماء، وإن هو بيعبر عنها، وإن هو شايل البصمة بتاعتها. وده يفسر برضو ليه ستات كتير ممكن تتضايق لو لقيت حاجة متحركة من مكانها. برضو الموضوع ممكن يوصل لحياة أو موت.